السلام عليكم أصدقائي التلاميذ والتلميذات وكذلك أولياء الأمور، ومرحبا بكم معنا في فيديو جديد. في هذا الفيديو ديال اليوم إن شاء الله غنجاوبوا على واحد السؤال ديالكم اللي كيطرح بزاف، واللي هو واش غادي تكون الدراسة غدا الثلاثاء، واش غادي يكونوا الإضرابات كذلك غدا الثلاث وهذا الأسبوع كامل. فهاد الشيء اللي غادي نعرفوه في هذا الفيديو ديال اليوم، لهذا خليكم متبعين معايا حتى الأخير. وقبل ما نبداو ما تنسوش تخلوا لينا إعجاب واشتراك وتبارطاجيو هذا الفيديو مع جميع الأصدقاء ديالكم. إذا فبخصوص الإضرابات ديال الأساتذة والأستاذات، وكما شفنا في الفيديو السابق أن الأساتذة ديال التعليم الثانوي التأهيلي غادي يكونوا دايرين الإضراب ابتداء من غدا الثلاث حتى نهار الجمعة. وماشي غير هذا، فكذلك التنسيقية ديال الأساتذة الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب فخرجت بلاغ جديد واللي أكدت فيه أنه غادي يكون إضراب وطني لمدة 4 أيام، يعني الثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة من هذا الأسبوع. فهاد التنسيقية اللي كتضم جميع الأساتذة والأستاذات، يعني سواء المرسمين وكذلك حتى المتعاقدين، وحتى التنسيقية الوطنية للأساتذة والأستاذات المفروض عليهم التعاقد، حتى هما غادي يكونوا دايرين إضراب لمدة 4 أيام، يعني نهار 26 و27 و28 و29 دو جانفير 2023. وبالتالي فالإضرابات راه مازال ما سالاوش، يعني كما شفتوا معايا في هاد البلاغات ديال التنسيقيات ديال هاد الأساتذة راه مازال يعني مستمرين في الإضرابات ديالهم ابتداء من غدا الثلاث. وغالبا إلا كان عندك شي أستاذ من هاد الأساتذة اللي كانوا دايرين الإضراب من قبل، فغالبا حتى في هاد 4 الأيام اللي ذكرت لكم ما غاديش تقرا عنده. وبقى حاليا غير التنسيق الوطني لقطاع التعليم هو اللي مازال ما خرجش البلاغ ديالو بخصوص الإضراب، ولكن غالبا إلا خرج البلاغ غادي يكون فيه يعني إضراب موحد في هاد 4 أيام اللي ذكرنا لكم. وهذا كيعني أنه ابتداء من غدا الثلاث حتى نهار الجمعة راه ما غاديش تكون دراسة بسبب هاد الإضرابات ديال الأساتذة. في الأخير كان هذا هو الخبر ديال اليوم. شكرا لكم على المشاهدة وإلى اللقاء.